السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أولى ثانوي، معانا الستوري بتاعتك. نشوف بقى التريجر ايلاند عندنا ايه الكلام فيها. صلوا بينا على النبي. ايه القصة شابتر شابتر كده، النقط المهمة اللي في الشابتر والأحداث الرئيسية بتاعتها، وأهم حاجة عندي أبقى عارف أسامي الشخصيات. الستوري بتاعتي بتبدأ بولد اسمه جيم، عندهم والإن دي عبارة عن فندق صغير كده على البحر، واسمها ادميرال بيمبو. وهم قاعدين في يوم من الايام، هو في مكان ريموت كده اللي هو مكان بعيد يعني. قاعدين في يوم من الايام، لقوا واحد داخل عليهم، والراجل اللذيذ اللي داخل عليهم ده قال لهم والله المكان ده حلو وهادي، خليني اقعد معاكم حبه. هو فندق، قلنا فندق صغير. الراجل ده قال لهم يو كان كول مي كابتن، فهو هنبقى عارفين بعد كده ان اسمه كابتن بيل. وهو راح مطلع لهم 3 اور 4 جولد كوينز، وادالهم قال لهم خلوا ده معاكم. جيم مع باباه ومامته هم اللي بيراننج ده ان. والراجل ده كان كويس جدا وما كانلوش صوت وما بيوقعش دماغه خالص. هو ما بيعملش دوشه يعني، بيطلع يتمشى الصبح على البحر ويرجع يسالهم حد سال عليا، هو في اي سيلورز جم هنا؟ ده السؤال اللي هو بيساله ده الصبح. وبعد كده عرفوا ان هو مش بيدور على سيلورز، لا ده هو مش عايز any sailor to find him. ده سبب السؤال يعني، مش عايز حد يلاقيه. كان هايدنج يعني، وهنعرف السبب ليه هو هايدنج. بيل ده بالليل بقى كان بيلم الناس حواليه ويقعد tell them stories. في الاول جيمس father was afraid that these stories might frighten people. ممكن القصص دي تخوف الايه؟ الناس. كان رافض في الاول، واكتشف ان البيبول بيكام انترستد، لا ده موضوع حلو والناس بتتجمع حواليه، فسابه بقى يحكي. قعد فتره طويله عندهم، شهور يعني، لغايه في يوم من الايام هو طلع يتمشى، في واحد جه سال عليه. الواحد اللي جه سال عليه قال لهم مفيش هنا حد اسمه بيل؟ الترابيزه دي بتاعته. فراح الولد جيم قال له لا والله دي في واحد عندنا اسمه كابتن. قال له ما هو ده اللي بيسمي نفسه كابتن و loves to tell stories. هو عنده سكار في وشه كده. ف التاني ايه؟ سكت. ماشي خلاص وانتهينا. الراجل اللي هو سأل ده كان اسمه بلاك دوج. بلاك دوج ده عنده 3 صوابع طايرين في ايده الشمال. يبقى او موجود 3 صوابع في ايده الشمال، مش 3 صوابع طايرين. عنده 3 fingers in his left arm. في ايده الشمال كده ايه، في 3 صوابع موجودين، في صابعين طايرين. قعد يستناه. جه بقى مين؟ جه الراجل بتاعنا بيل، رجع من تمشيه لقى مين؟ بلاك دوج. اوبا انا لقيتك. راحوا طالعين الاثنين ايه؟ بره، وبعدين صوت جامد بينهم، خناقه تقريبا حصل بينهم. ممكن يسالك هم كانوا بيتخانقوا على ايه؟ فاحنا عارفين في كنز وبتاع، يبقى he wanted to take the treasure islands map from him. ده السؤال ده لما يجي كده. او ممكن تكتبوا بقى ان هم زي had argument about where to find the treasure. كل ده صح، مش هقول لك لا يعني. اتخانق معاه. لما اتخانق معاه الكابتن طلع السيف بتاعه، والتاني اتعور وجري. وبعدين الكابتن دخل الان، وقع على الارض. كان في نفس الوقت ده بابا جيم تعبان، دكتور ليفزي وهو شغال ماجستريت كمان، اللي هو وكيل نيابه يعني، قاضي، جاي عشان يكشف على مين؟ على جيمس فازر. لما جه فالواد جيم جري عليه قال له الحقنا يا دكتور، ده الكابتن ايه؟ تعبان، فتقريبا اتعور في الخناقه اللي حصلت. كشف عليه قال له لا ده هي سيريسلي ال، ده يا عم خطير قوي المرض بتاعه، تعبان قوي، تعال نطلعه ايه؟ فوق. طلع فوق. هو الكابتن ده لما جه كان معاه صندوق كده وطلعوه له فوق وبتاع، والصندوق ده فيه حاجته يعني. ماشي، بدا يتحسن حبه بعد ما اداله الدواء. وبدا هو يتكلم مع جيم ويقول له خلي بالك ان بلاك دوج ده مش اسوأ واحد، في اسوأ منه. في بيبول اللي معاه، السيلرز اللي معاه want to take something from me. في حاجه معايا هم عايزين ياخدوها، اللي هي التريجر ايه؟ ماب، اللي هي الخريطه بتاعت الايه؟ الكنز. طب تاني كده بشويش، اقف. صاحب الان جيم وابوه وامه، والراجل اللي جه عندهم كابتن بيل، والدكتور دكتور ليفزي. كمان مره صاحب الام جيم وفادر والمذر، والكابتن اسمه كابتن بيل، واللي جه دكتور ليفزي. واول واحد جاله وهاجم عليه هو بلاك دوج اللي هاد 3 فينجرز. هاد 3 ايه؟
fingers in his left arm. خليك فاكر في ايده الشمال. جميل. بعدها يوم 2 3 حبه كده جالهم بقى واحد تاني، ده بلايند مان، بدا يمشي كده. خد يا ابني يا حبيبي، هو انا فين هنا؟ قال له في ادميرال بيمبو. قال له حلو قوي. راح ماسك الواد جيم، طب خد بقى وديني للكابتن. طلع شاف الكابتن، قال له بس زي ما انت في مكانك كده، ما تتكلمش كتير وما تقربش. عايز ايه؟ قال له خد الورقه دي. خد الورقه وبلايند مان تيرند وانت اوت ومشي. بص في الورقه قال له until 10 I have time. لغايه الساعه 10 ده انا عندي ايه؟ وقت. خلي بالك في اللحظه دي كان بابا جيم قبلها على طول مات. كان تعب وايه؟ ومات. عشان نبقى عارفين مين اللي موجود دلوقتي. اللي موجود جيم اند هيز ماذر. ومعاهم مين بقى في الان قاعد؟ كابتن مين؟ كابتن بيل. حلو قوي. وقع بيل على الارض. ايه؟ الراجل مات. يا راجل مات؟ هوب. طب نعمل ايه؟ جيم كلم مامته. نعمل ايه يا ماما؟ نعمل ايه؟ قالت له بص، هو الراجل ده قعد شهور عندنا ما دفعناش ايه؟ فلوس. تعالى قبل ما نعمل اي حاجه نبص ايه الدنيا، ايه اللي هنعمله، ونجيب حد يساعدنا. فدوروا على حد، مفيش حد. فراحوا للنيرست فيليج لانهم عارفين ان الورقه بقى لما بصوا فيها مكتوب فيها until ايه؟ 10 لغايه الساعه 10. وهو كان قايل له ان في ناس عايزه منه ايه؟ حاجه. طيب راحوا الفيلج اللي جنبهم. no one wanted to help them but what they could bring was guns. جابوا مسدسات معاهم. رجعوا. مامته قالت له بقول لك ايه يا جيم، تعالى يا ابني نطلع نفتح الايه الاوضه بتاعته ونطلع الصندوق ونطلع منه نشوف معاه ايه والدنيا ايه. فتحوا بقى الصندوق يا سيدي، لقوا فيه ورق وفيه كيس كده صغيره فيها فلوس. راحوا واخدين الفلوس اللي هو مديون بيها بس، وسابوا بقيه الفلوس. يبقى تاني they took only the money he owed them. he owed them money. اللي هي O-W-E-D owed. I owe you. عليا ليك فلوس. ماشي. والواد جيم بقى راح واخد البيبرز كمان اللي لقاها في الايه؟ في البوكس. البيبرز دي بتاعت الايه؟ التريجر. وقال لها طب ايه؟ يلا نمشي قبل الساعه كام؟ 10. لو جت 10 البايرتس موجودين معانا. تمام كده؟ تمام كده. وراحوا واخدين بعضهم ونازلين طالعين بقى من المكان بتاعهم، بيعدوا يمشوا لقوا في صوت الناس. قال لك اوبا ده بقيه السيلرز جايين. لا يا سيدي بص، امه بتقول له خد ياض الفلوس واخلع. قال لا لا انا عمري ما اسيبك لوحدك، الناس دي هيأذوكي. استخبوا اندر مين؟ ذا بريدج. استخبوا اندر ده ذا بريدج. وبكده ده تشابتر 1. خد نفسك ونكمل شابتر 2. يلا بينا شابتر 2. الشابتر كان قفل ان جيم واقف تحت الكوبري مع مامته مستخبي. لقى 8 رجاله ومعاهم البلايند مان، ووصلوا من الان. فتحوا الباب لقوه مفتوح. استغربوا جدا. دوروا. واحد منهم رجع بعد دقيقه كده قال له ده بيل مقتول مات. قال له طب بص اطلعوا فوق دوروا على الصندوق بتاعه هاتوه وشوفوا الدنيا فيه. طلعوا ورجعوا له مفيش اي حاجه خالص. مفيش غير كوينز، مفيش غير ماني والبيبر disappeared. قال له يبقى الواد وامه او الست وابنها. دوروا عليهم. بيدوروا جيم مستخبي. سمع صوت ناس جايه بحصنه. لمح كده لقى البوليس مان والواد الصغير اللي كان راح يجيب دكتور ليفزي. وسطه بقى والدنيا بقى ايه؟ زحمه بوليس واجري يلا واخلع بقى وبتاع. والفيلم الهندي ده العصابه خلعت كلها بسرعه. لقوا بوليس بقى وبتاع. جيم راح طالع وبدا يتكلم مع الناس. قال لهم والله ده شفتوا بقى العصابه. طب 2 رجاله خدوا مامته ووصلوها للفيليج. وجيم وقف اتكلم مع الراجل اللي كان ماسك البوليس وبدا يتكلم معاه. قال له هم كانوا بيدوروا على الورق ده. طب ناخد الورق ده لدكتور ليفزي. طب يلا بينا نروح لدكتور ليفزي. هو هيروح لدكتور ليفزي. لما وصلوا ما لقوش دكتور ليفزي في بيته، لقوه عند واحد صاحبه. كان ايه بقى؟ ليه راحوا لدكتور ليفزي؟ لانه ماجستريت قاضي فيساعدهم. لقوه عند واحد اسمه ترولوني، ده ريتش بيزنس مان. لما وصلوا عنده بدا يحكي لهم ان الورق ده. فمسك هو دكتور ليفزي الورق وقال له ده بقى اللي ممكن فيه الكنز بتاع فلينت. فلينت ده قرصان، وهو ده المكان اللي فيه فلينت دفن الكنز بتاعه. فترولوني والله قال له بص عشان كده المين دول والنوت انترستد ان ماني، مش فارق معاهم فلوس. هم
بيدوروا على الكنز، وبقول لك ايه، احنا لازم نروح بريستول نجيب لنا مركب ونروح نجيب الكنز ده لينا احنا. دكتور ليفزي قال له لو جيم وافق. طيب جيم هيوافق ولا مش هيوافق؟ هيوافق. طيب دكتور ليفزي بقى قال له سيب لي الورق ده هفحص لك الايه الورق ده. لقوا في الورق ايه؟ وصف للشيبس اللي هم روبد زم، والمكان اللي فيه الكنز على خريطه ومعمول عليها كروس صليب كبير كده. قال لك هنا بقى الكنز هيبقى موجود. طيب يبقى احنا لازم نروح، طبعا دكتور ليفزي بقى يبقى خلاص كده نروح بريستول نجهز مركب ونطلع احنا. ده تريلوني يا دكتور ليفزي نجهز مركب، انا اجهز لكم مركب ونجيب كرو، وجيم بقى يجي معانا يبقى هو الشيبس بوي، وانت تبقى الايه الشيبس دكتور. التاني دكتور ليفزي قال له اي اجري، بشرط ان لازم مين يوافق؟ الواد جيم يوافق معانا، وما نقولش لحد، وخلي بالك احنا ار نوت سيف، احنا هنا مش في الامان. تمام. طيب جميل. طب ايه اللي هيحصل؟ هم هيروحوا بريستول يجهزوا المركب، وجيم هيقعد في بيت تريلوني، ومامته هترجع للادميرال بيمبو. جيم قاعد بيفحص الورق مع السيرفنت بتاع تريلوني اللي هو اسمه ريد راس، وهم بيفحص الورق عشان يعرف هيعملوا ايه. جاله بعدها بكام يوم كده جواب ان تريلوني بيقول له احنا لقينا مركب، المركب دي اسمها اسبانيولا، والمركب دي جاهزه ان احنا في وي فاوند كرو اللي هو طقم سي ار اي دبليو، طقم بحاره، هم جاهزين. وفي واحد بقى من الطقم ده اسمه لونج جون سيلفر. حفظ لونج جون سيلفر. انا اريحك، هو كوك طباخ وبايلوت عشان انا جبتك من الاخر. with one leg، عنده رجل واحده، he had lost a leg، لكن he is a good cook. وقال لهم كمان ان لونج جون سيلفر يعرف يجيب ناس كمان يضموا عليهم في الكرو، واحنا جاهزين خلاص كده. والجواب كان مكتوب فيه ان everyone was happy or was excited by the thought of the treasure. ازاي بقى؟ ودكتور ليفزي قال ان المفروض ما حدش يعرف الايه، ان احنا طالعين نهانت تريجر، ندور على التريجر. والجميل بقى ان هو راح راجع مودع مامته في الان، وركب بقى مع ريد راس وسافروا عشان يروحوا يضموا على المركب اللي اسمها اسبانيولا. ده بالنسبه لشابتر 2. شابتر 3 بقى كان بدات الموضوع يسخن حبه. يعني ايه يسخن حبه؟ يعني خلاص هو ساب مامته وبقى راح مع الرجاله تريلوني وليفزي وبتاع، وقاعد مع تريلوني، فقال له خد الورقه دي روح بقى لواحد الكوك اللي احنا قلنا عليه اللي هو لونج جون سيلفر، روح اديله الورقه دي في الان بتاعته، هو عنده ان برضه على البحر كده. راح ولما وصل لقى واحد كبير كده وطول وسترونج وبيمشي برجله مقطوعه وان ليج، وهو الناس عارفاه والناس بترحب بيه والناس بتسلم عليه. وصل له واداله الايه الورقه، وقال له انت جاي بقى من تريلوني؟ طب حلو قوي، انت بقى النيو شيبس بوي؟ قال له في واحد مشي اول ما شاف الواد جيم بيكلم سيلفر. الواحد اللي مشي ده فاكرين بلاك دوج اللي في شابتر 1 اللي عنده 3 صوابع في ايده الشمال؟ هو ده. فالواد قال له الحق ده بلاك دوج، طب اجري وراه. الواد لونج جون سيلفر غطى على الكلام وقال له ايه؟ اقبضوا عليه، ده ما دفعش ثمن الاكل. جري وراه، ما حدش قدر ايه يجيبه. وببساطه قوي عشان ما نوجعش دماغك ونطول في الحوار، لا ده بلاك دوج ده تعرفه منين؟ قال له ده واحد من اللي اتاك ايه ان عندنا هو، وفي واحد بلايند مان كمان. البلاك دوج البلايند مان ده اسمه بيو، وبلاك دوج هم من الناس اللي لازم نقبض عليهم. قال له لازم نقبض عليهم، بس يلا بينا نروح لمين؟ لمستر تريلوني نقول له بقى ايه الكلام ده. وصلوا لتريلوني. لما وصلوا لتريلوني قال لهم بصوا كده ايه يعني، وهم ماشيين وصلوا على مراكب كتير. المراكب كتير بقى واضح جدا جون لونج جون سيلفر ده عارف كل حاجه، واضح ان هو جريت سيلور، يعني واضح ان هو دايس في البحر جامد قوي، عارف كل حاجه. وصلوا بلاك دوج بدأوا يحكم، قال لك بص احنا ما ينفعش نستنى، احنا في وضع خطر، احنا نمشي الساعه 4. طب جميل. هو مين بقى الكابتن بتاع المركب؟ اسمه سمولت، موجود في المركب. تريلوني يلا بينا يلا بينا هنروح مين المركب. راحوا بقى قابلوا الاخ مين؟ سمولت. ماشي، في ايه يا عم انت؟ سمولت قال له بقول لك ايه، انا مش مرتاح. قال له ليه؟ قال له الرجاله اللي انا في المركب دول انا مش حاببهم، الكرو ده انا مش حابه،
قال له ايه بس اللي حصل ليه يا عم انت؟ قال له بص انا سمعت ان احنا الديستنيشن بتاعتنا سيكريت، لكن فوجئت ان كل المن اون ذا شيب نو وير وي وير جوينج اون ا تريجر هانت، احنا رايحين نجيب كنز، فانا عارف ان الرحله بتاعت التريجر دي لازم فيها دينجر، فانا هطلب منك يا تريلوني طلب all journey stay in front of the ship، خليك في اول المركب ومعاك جانز. قال له ايه ده انت شاكك في ميوتني؟ قال له لا هو ممكن يحصل اي مشاكل، ميوتني يعني عصيان. قال له طب خلاص طالما انت شايف كده مفيش مشكله، ومشي بقى مين؟ كابتن سمولت، القبطان كابتن سمولت. طيب وقف بقى تريلوني وليفزي يتكلموا مع بعض، قالوا بص هو شكلنا كده عندنا تو جود مان، ده راي سيلفر. قال تو مان مين بقى؟ لونج جون سيلفر و كابتن سمولت. ليفزي دكتور ليفزي رايه ان في اتنين رجاله حلوين قوي وطيبين قوي. مين هم الرجاله؟ سيلفر وكابتن سمولت. ووافقوا معاهم الكلام ده، بس تريلوني قال له لا انا كابتن سمولت مش حابه، والواد جيم قال له كمان وانا مش حابب كابتن مين؟ كابتن سمولت. ماشي خلاص الهسبانيولا بقى مشيت في المركب في البحر وسابت مدينه بريستول، والرحله بتاعتهم طويله، وسيلفر بقى كان بيمشي ويتمشى في المركب ويوزنج اونلي كراتش اللي هو عكاز اللي هي CRUTCH. كل الناس حباه، وكان طباخ كويس جدا، والمطبخ بتاعه كلين قوي 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 قوي، وده حاجه ان هو منظم يعني. ولما ما كانش بيشتغل كان لوكينج افتر هيز بارت، البارت بتاعه كان اسمه كابتن فلينت، وتاخد بالك قوي ان هو الكابتن فلينت اللي هو على اسم القرصان، واخد بالك انت. والبارت ده كان بيتكلم، ودي كانت حاجه بتخلي الواد جيم وهو بيحكي لنا في الستوري مبسوط قوي. طيب في يوم من الايام جيم قبل ما ينام قرر ان هو يروح ياكل تفاحه، فراح على الابل بيمد ايده في البارل اللي هي برميل اللي هي PARREL، لقى برميل فاضي فنزل جوه البرميل، فقبل ما يطلع لقى في صوت حواليه، الرجاله بتتكلم، سيلفر بيتكلم مع الرجاله اللي معاه. فسيلفر بدا يحكي وبيقول ان الرحله دي فلينت كان الكابتن فيها، والرحله دي انا خسرت رجلي I lost my leg، وبو became blind، وبو became ايه؟ بلايند. جميل. وبعد الرحله انا حطيت كل فلوسي في البنك، والرحله دي برضو في ناس من الرحله بتاعتنا بقى اللي احنا فيها بتاعتنا النهارده دي، معظم البايرتس اللي كانوا موجودين او السيلرز اللي كانوا موجودين فيها. الواد جيم يا نهار اسود، يعني سيلفر بالرجاله بتوعه دول بايرتس وكانوا موجودين مع فلينت لما الكنز، يبقى الناس دي اصلا جايه عشان الكنز، وبقيه الحوار اصلا كله على الحته دي، وحوار مهم جدا. في واحد من السيلرز بيقول له بقول لك ايه، احنا لما طب انت مش هترجع خلاص بريستول هتعمل ايه؟ قال له لا ما انا بعت الان بتاعتي واتفقت مع مراتي تو هايد ان سيكريت بليس وافتر جيرني شي ويل ميت مي. قال له ماشي. طيب واحد بقى من السيلرز بيقول له انا تعبت يا ريس والله انا زهقنا بقى كفايه كده. فقال له بص امتى هنهاجم كابتن سمولت؟ قال له لا وي ماست بي بيشنت حبيبي، تريلوني معاه الماب، لو عملنا اي هجوم مش هنشوف الماب، احنا نستنى لغايه ما هم يطلعوا find the treasure then we attack all of them. لكن سمولت لا، فيقول لك ليه مش هيهاجموا سمولت؟ because he was the captain and he must take them home. خلاص كده جميل. طيب واحد برضو من السيل قال له يا عم انا زهقت والله، وكله بيرد بقى احنا زهقانين يا ريس. قال له بقول لك ايه ما تبقاش زي الباقيين، اللي حصل ان بيو وفلينت عملوا زيك كده. قال له حصل لهم ايه؟ قال له بيو اتعمى وفلينت از ديد فاصبر. طيب وبعدين هو قال له بقول لك ايه اسمعوا الكلام، وهم 3 كلمات، انا محتاج حد بقول لك ايه يا ريس هات لي تفاحه الله يكرمك. ده لونج جون سيلفر بيقول له واد اسمه ديك من الناس السيلرز بتاعه تفاحه. هو مين في البرميل؟ جيم. مين قاعد بيسمعهم؟ جيم. قال لك يا نهار اسود ده هيطلعوني هيلاقوني. هوب الواد لسه بيقرب من البرميل سمع واحد بيقول I can see land، كله جري عشان يشوف الايه الارض and this word saved him، وده معناها ان هم قريبين من التريجر ايلاند. ده شابتر 3. شابتر 4 تعالى كده ايه اللي حصل؟ هو مستخبي في برميل، الناس راحت تبص على الجزيره، طلع بقى واتدحلب واتسحلب كده بشويش خالص، واقف معاهم متفرج على ايه؟ على الجزيره. وبعدين قرب كده من ايه؟ من منهم وقال للكابتن سمولت بقول لك ايه ودكتور ليفزي انا عايز منكم حاجه. فدكتور ليفزي قال له بقول لك ايه انزل دور على النضاره تحت، ونزل. طبعا هو سمع لونج بيقول للكابتن سمولت I have been here، انا كنت هنا قبل كده، انا عارف ممكن نركن فين.
راح التاني قايل له ايه، طب بص ممكن تودينا في الخريطه دي. فهو بيوري له الخريطه، الواد جيم قال لك يا نهار اسود، هيديله الخريطه بتاعت الكنز. ايه ده، ايه الهبل ده؟ هو اداله بقى الخريطه، طلعتش هي خريطه الايه، الكنز. خريطه تانيه التاني راسمها من غير اي علامات. قال له اه اعرف اوريك ايه هنا. قبل ما الواد جيم ينزل تحت، لونج سيلفر قال له ايه، على فكره الجزيره هتعجبك، تعرف تلعب فيها وتجري وبتاع والكلام دوت. قال له ماشي. طبعا هو كان مرعوب منه، هو عارف ان هو بايرت، فازاي بقى؟ جيم بقى كلم كابتن سمولت وتولوني، ف قالوا له طب انزل بس دور لنا على النضاره. ونزل ده دكتور ليفزي اللي قال له الكلام ده. ولما نزل يدور على النضاره طبعا لقاهم ضموا عليه، قعد حكى لهم كل اللي حصل. على فكره دي بايرتس والناس مش عارف ايه، وشوفوا انتوا هتعملوا ايه بقى، انا حكيت لكم كل اللي عنده. قالوا له شكرا. يعني عارف اللي هو يعني كلامك صح. طبعا تريلوني بص لكابتن سمولت قال له انت صح وانا طلعت ايه غلط. طيب كابتن سمولت كان رايه غريب جدا، بيقول ان البايرتس او التيم اوف سيلورز ده اشتغلوا هارد قوي، وده غريب، انا ما توقعتش ان هم هيعملوا كده. بس بص احنا مش هنعرف نرجع، مش هينفع نهاجمهم لان هم ممكن يقتلونا بسهوله جدا. الناس دي لازم تجيب الكنز يعني. طيب احنا بقى ممكن نعمل خطه ان احنا نعرف مين اللي معانا ومين اللي علينا. احنا في 19 واحد، في منهم 13 هو نقاهم، وفي باقي ده احنا اللي هو اللي مش منقيهم الواد اللي اسمه ايه، سيلفر. فاحنا لازم نشوف الناس دي ونتفق معاها وكنترول ذا شيب عن طريق الناس دي. طب نعمل ايه؟ قال لك بص جيم انت ممكن تساعدنا في الموضوع ده. جيم طبعا اصلا فكره ان هو يساعدهم ده عيل صغير يعني، فالموضوع مرعب. وبعدين بداوا ايه يشوفوا مين من ال 19 قلنا، فاقترحوا فكره. الفكره دي عباره عن ايه؟ ان فكره ان ايه رايكم وخلاص هم وصلوا لقوا التيم بقى ما حدش بيتحرك، كله بقى نايم في ميه العسل، عارف اللي هو بطيخ، اللي هو نايمين بقى ما حدش بيعمل اي حاجه. قال لك اه ده كده الميوتين اللي احنا قلنا عليه بقى والعصيان. طب نعمل فيهم ايه؟ نضحك عليهم. ايه رايكم نقول لهم ان انتوا انزلوا لان انتوا تقضوا يوم على الجزيره. طبعا البايرتس اوبا يوم على الجزيره حلو قوي قشطه قوي، ونسيب 6 بس هنا من الرجاله بتوعنا. طيب يلا بينا يلا بينا هوب نقضي يوم على الجزيره. بايرتس فرحوا، افتكروا ان هم ممكن يلاقوا الايه، الكنز. فكله قال لك ننزل ننزل ننزل. بس سيلفر كان صايع. المفروض بقى ان دكتور سمولت وكابتن سمولت ودكتور ليفزي هيسيبوا بقى الناس بتوعهم وياخدوا المركب ويمشوا يعني. لا سيلفر قال لك لا، لا الستة اللي سابهم على الجزيرة الستة بايرتس. كده باظت الخطة لما جم يركبوا الايه، المركب. طيب الواد جيم يفكر راح قايل ايه، طب والله لايه لو نطت معاهم. راح نطت مستخبي في ايه، في مركب. المركب بتاعه اللي هو كان راكبه دوت كان سريع. على فكره الجزيره دي ريحتها وحشه قوي، ريحتها باد ايجز اللي هو بيض بمشش اللي هو ريح كبريت، ومكان للامراض بس مش حاجه تانية يعني. طبعا نزلوا وصلوا الجزيره. الواد جيم قال لك قشطه قوي جون جون اللي هو سيلفر شافني، لونج جون سيلفر شافني لازم اخلع. فاول ما قربوا من الميه في شجر، نط على شجره ونزل في الجري واستخبى فين، جوه الجزيره. قشطه قوي. وبعدين قال ايه، هو انا طلب مني ايه؟ طلب مني ان انا اراقب الناس دي واعرف هم بيعملوا ايه. طب خلاص انا همشي وراهم. هم لما وصلوا بدا يمشي ايه وراهم. حلو قوي. هو الاتفاق ان هيقضي اليوم كله، ولما يسمعوا الجن شوت يسمعوا الضرب النار يرجعوا كلهم. جميل. هو بقى بدا يمشي ورا الايه، ورا البايرتس. وهو ماشي ورا البايرتس كده سمع سيلفر بيتكلم مع مين يا سيدي، مع واحد من الناس اللي موجودين. والولد ده كان اسمه توم. بيقول له بص يا توم انت لازم تضم علينا وتشتغل معانا. فتوم ده غلبان، واحد من الجود مان يعني، مش من رجاله سيلفر، مش من رجالته. فقال له لازم تضم علينا. قال له لا بص انا ازاي تشتغل مع البايرتس دول. قال له انت لازم تسمع الكلام. وهو بيتكلم معاه سمعوا ضربة نار. طبعا الواد جيم مستخبي في حتة وهو بيتابع، سمع ضرب النار. فتوم بيقول له ايه ده؟ قال له اتس ألان، واحد برضه من الجود مان. قال له لو انت اذيت ألان يو ار نو مور ماي فريند، باشا انت مش هتبقى صاحبي. قال له بص انت لازم تسمع الكلام. التاني مشي، وهو بيمشي راح لونج جون سيلفر رامي بالعكاز موقعه على الارض وجاري عليه وطلع النايف وذبحه. قشطه قوي. ذبحه
مين بقى شايف الكلام ده؟ جيم. طبعا الواد جيم اترعب. التاني طلع الصفاره سيلفر وصفر بقيه البايرتس جايين. هم جايين قال لك ده كده هيتقبض عليا، راح خالع وايه ورايح جري وقعد يفكر بقى، هو انا هقدر لما اسمع ضرب النار ارجع المركب تاني، ولا هم عارفين ان انا على الجزيره فممكن يقتلوني؟ هي دي اللي كانت بنتكلم احنا فيها. هل هو هيعرف يرجع ولا مش هيعرف يرجع؟ ده كده شابتر 4. ركز وجهز عشان شابتر 5. شابتر 5 كان الواد سمع بقى ضرب النار، او سمع ضرب النار اللي اتقتل فيه ألان، وبعدين توم اتقتل قدامه بالسكينه، فقال لك اخلع جري. وهو بيجري بدا كانوا هم على هيل، بدا ينزل ينزل ينزل، بيقول لك الجو تحت بقى كان فريشر اير والكلام دوت، والجو حلو يعني. لكن لقى حاجه بتنط من الشجر كده وهو بيجري كده، ايه اللي بينط من الشجر ده؟ قال لك انيمال ولا مان، ومش مشكله. وبعدين افتكر ان هو معاه جن، فبدا يعني فيل سيفر، فقال لك خلاص اللي بيجري دوت انا رايح عليه. راح رايح لامان، قال له مين انت يا عم انت؟ فقال له انا اسمي بنجن، انا بقالي 3 سنين ما اتكلمش مع حد. طيب الراجل دوت كان لونج هير، السكين بتاعه بيرند باي ذا سان، والكلوز ديرتي، وبعدين واضح ان هي مصنوعه من الاولد سيلز يعني. قال له انت ايه اللي حصل لك جيم؟ قال له والله انا كنت في مركب وسابوني هنا، وانا بقالي 3 سنين باكل فاكهه وسمك. بص وانا بحلم ان انا اكل اكل حلو يعني، عايز يرجع بلدهم يعني انجلترا برضه. بص لو انت جيم بيقول له لو رجعتني المركب بتاعي اديك جبنه وعيش وبتاع وهروق عليك يعني وظبطك يعني. قال له طب وايه اللي يخليك ما ترجعش المركب بتاعك؟ قال له بص المشكله مش فيك انت، المشكله مش انت. قال له بص بقول لك ايه، انا جود مان والله، انا راجل طيب. ده بن جان. قال له انا راجل طيب ومعايا فلوس، معايا فلوس كتير على فكره، وممكن لما تساعدني تبقى انت معاك ايه فلوس كتير. الواد جيم قال لك ده مجنون، بقاله 3 سنين ما كلمش حد والدنيا هربانه منه بتاع. قال له والله العظيم معايا فلوس ما تخافش. بقول لك ايه، اوعى انت يا جيم تكون جاي مع فلينت شيب. قال له فلينت مين يا عم؟ ده مات. لكن في حبه من رجاله فلينت موجودين معانا. قال له رجاله فلينت في واحد منهم هاد وان ليج؟ قال له ده اللي هو اللي اسمه ايه لونج جون ايه سيلفر. قال له ده بايرتس. قال له لو انت تشتغل مع سيلفر ايم فينيشد، انا هبقى مت، انا كده منتهي. قال له لا والله، وبدا يحكي له القصه. قال له بقول لك ايه، يو ار جود بوي، ده انت واد حلو، انت كويس، يو كان تراست مي. هو انت رايك تريلوني ده ممكن يديني فلوس ويسمح لي ارجع ولا لا لو انا ساعدته؟ قال له طبعا انا اعرف اقول له الكلام ده واساعده. طب قال له خلاص، طب بص بدأ يحكي له القصه. قال له انا كنت على المركب بتاع فلينت، وفلينت نزل ب6 رجاله على الجزيره دي ودفنوا الكنز، وفلينت رجع لوحده والرجاله ما رجعتش. وبعدين فلينت كان موجود معانا سيلفر وبيلي. قالوا له احنا عايزين الكنز. قال لهم والله يا رجاله لو عايزين الكنز انزلوا. طبعا الرجاله دي ماتت. لو عايزين الكنز انزلوا، اللي هو بيل اللي مات في الاول خالص وسيلفر. قال لهم والله انزلوا، بس انتوا اون يور اون، انا هاخد مركب وامشي. وكلهم رجعوا، محدش يعرف الكنز فين، هم عارفين الجزيره بس. وبعدها بقى ب3 سنين الاخ بتاعنا بقى بن جان ده ركب مركب تاني وطلع بيتمشى في البحر، شاف الجزيره، قال لهم بقول لكم ايه يا رجاله، ده في هنا كنز، يلا ندور على الكنز ده. قعدوا 12 يوم يدوروا على الكنز، ما لقوش حاجه. عقابا ليه سابوه. قالوا بس بص يا باشا، خد جان اهو وخد سبيد، وانت دور على الكنز بتاعك مع نفسك بقى. طيب هل بقى تريلوني ده يقدر يساعدني؟ قال له ما تقلقش، هيخليه يساعدك، على الاقل هتشتغل معاه ضد احسن ما تشتغل مع ايه؟ مع بايرتس. قال له خلاص مفيش مشكله، وانا بقى عندي مفاجاه ليك، انا عندي بوت واعرف ارجعك ليه مركب، بس هنستنى ترجع المركب لما الدنيا تبقى ضلمه. قال له خلاص اتفقنا. سمعوا بقى صوت ضرب ايه؟ نار، طخ تيخ طخ تيخ، ده العركه بدات واشتغلت. عركه مين مع مين؟ ده بقى اللي هنشوفه حالا. قال لك بص يا ريس، ولقوا فلاج عالي، الفلاج ده مرفوع على فورت. العركه بقى اشتغلت مع مين؟ شابتر 6 يا عسل. وهو ايه اللي حصل في شابتر 6؟ في ضرب نار يا ريس. مين اللي ضرب نار؟ هو القصه كلها بدات لما دكتور ليفزي نزلوا بقى السيلفر بالرجاله بتوعه، اللي هو لونج جون سيلفر بالرجاله. دكتور ليفزي قال لك بقول لك يا ريس، احنا معانا مسدسات والسته دول ما معهمش حاجه، احنا ناخد المركب. ما يقدرش ياخد المركب ليه؟ لان جيم مش موجود على المركب، مفيش ويند وجيم مش موجود ايه على المركب. طب ايه، ننزل نجيب جيم. طيب ننزل نجيب مين؟ جيم. فراح نازل
وخلاص دكتور ليفزي قرر انه ياخد مركب، وخد واحد معاه بس اسمه هانتر، ونزلوا يشوفوا مين؟ يشوفوا جيم. لما وصلوا من الارض ودخلوا لقوا سمول فورت اللي هي FORT، زي فورتنايت كده، FORT اللي هو حصن، وهو كبير يسع حوالي 25 بيبول، 25 واحد، وويل ديفندد، وفي ميه، وسمعوا ضرب نار، فقال لك ده جيم اتقتل. رجعوا تاني للمركب ده ليفزي، ورجعوا لهسبانيولا، بلغ سمولت وبلغ تروني على البلان بتاعته ان ياخدوا الفود والميدسن والجانز ويحطوها في المركب، وقد كان. وخد معاه واحد كمان من الرجاله، كان ركبوا المركب وراحوا على الحصن وفضوا الحاجه، ورجع بقى دكتور ليفزي يجيب مين يا رجاله؟ يجيب الباقي. مين بقى الباقي دول؟ يجيب سمولت ويجيب تروني ويجيب السيرفنت بتاعهم. ولما طلعوا راحوا مواجهين البايرتس السته اللي موجودين، قالوا له بقول لك ايه، احنا معانا مسدسات، لو نبهتوا لونج جون سيلفر باي شكل من الاشكال هنقتلكم، اهو هنقتلك، ما تعملش اي حاجه. وكان بقى هم سابوا في الحصن اتنين، هانتر وجويس، يعني ما تركزش في الاسامي قوي، ورجعوا مالوا بقى كل حاجه، وبداوا المركب بقى اتملى، بقى تقيل قوي، فقريب من الميه، فما ينفعش يسرعوا قوي عشان المركب ممكن يتقلب. طيب ومفيش بقى حد منهم خلاص على المركب، سابوا المركب وقال لك نرجع الحصن نجيب الواد جيم، واحنا الحصن ده يكفينا والاكل ده يكفينا، ونقعد في الحصن ده نشوف ايه اللي هيحصل. طيب ريد راس وابراهام ده واحد من الجود سيلرز، وترلوني ودكتور ليفزي، كل الناس دي ركبت المركب، مركب تقيل جدا، وبداوا يتحركوا. في مشكله ان القارب بتاعهم الهسبانيولا الشب عليها كانون، عليها مدفع، فبدا الناس البايرتس يلفوا المركب والقارب او الشب الكبيره هسبانيولا، ويضربوا على او يبداوا يضربوا وهم قريبين منهم جدا على المركب اللي فيه الرجاله الهربانه بالسبلايز كلها. تخيل منظر تاني كده، تريلوني وليفزي وسمولت والسيرفنتس بتوعهم والفود والسبلايز بتاعتهم، مركب تقيل جدا، والقارب الصغير ده وبيتحرك ومفيش ويند، والويند اجينست زير دايركشن، يعني المفروض هم رايحين كده الهواء بيرجعهم كده، والمركب بقى ده عليه 6 رجاله، والستة رجاله دول بيلفوا المركب عشان يخلوا الكانون ناحيتهم. كابتن سمولت شاف الموضوع، راح مطلع المسدس بتاعه واقف كده وطخ نتش واحد منهم موقعه كده، واحد من ايه؟ من البايرتس مات. اول ما بدا ضرب النار، بدا ضرب نار تاني من الايه؟ من الايلاند، من على الجزيره. هم في النص بس هم بعيد، ولقوا البايرتس اللي على الجزيره بيبداوا حبه منهم ينزلوا المركب، وحبه بداوا يجروا يقابلوهم على البيتش. بقت العركه دلوقتي مين يلحق يوصل للبيتش الاول ويلحق ينط على ايه؟ على الفورت. بقول لك ايه، قدف بسرعه يا ريس، لحسن احنا لو ما وصلناش هنموت. قدفوا بسرعه، بس وهم بيقدفوا بسرعه بدات الحاجه تقع، والمشكله كلها ان الكانون هيبدا يتجهز ويتضرب عليهم. وقلت لك هم وقعوا واحد منهم، بص يا ريس يلا بسرعه، اتس ريس تو جيت ذير فيرست تو ذا فورت. وهم بيعملوا كده بداوا يخسروا ويوقعوا حبه سبلايز، حتى جانز كمان وقعت منهم. وهنا بداوا يسمعوا ان البايرتس قريبين، هم وصلوا فعلا للبيتش ونزلوا جري بسرعه. بس المشكله كلها ان ريد راس السيرفنت بتاع تروني خد طلقه ساعه ما سمعوا ضرب النار، وجت فيه لما شالوه كان ات واز ليت، هي واز ديد. وطبعا تروني كان زعلان لان هي هاد بين ا جود سيرفر فور ماني ييرز. في نفس اللحظه دي بدأ يسأل كابتن سمولت هو احنا ممكن نقعد قد ايه؟ قال له والله انا قلت لواحد اسمه بلاندلي لو احنا ما وصلناش في اغسطس يدور علينا، فاحنا معانا لغايه اغسطس. قال له طب والسبلايز لغايه ايه؟ قال له بص السبلايز لغايه جولاي، معانا شهر واحد. قال له طيب خلاص. وبدأ ضرب النار، هم رفعوا علم على الفورت، فقال له بقول لك ايه، ترلوني نزل الفورت، نزل العلم ده من على الفورت. راح سمولت قال له لا، we want to show the pirates that we aren't afraid of them، يا باشا احنا ما بنخافش. والضرب النار طبعا بدأ يشتغل ومش هيحصل اي حاجه. قلت لك الفورت ده ويل ديفندد. وسمعوا بقى حد من على الباب، يا دكتور يا ترلوني يا كابتن هو انتوا فين؟ فتحوا الباب لقوا قدامهم مين يا عسل؟ جيم سيف اند الايف. دي طبعا كانت الستوري كلها. خلي بالك الاسئله، احنا متفقين مع بعض
ان في حوالي 20 سؤال على الثلاثه الاولانيين وزيهم على الثلاثه التانيين. دي most important questions. يا رب بالتوفيق ليكم ان شاء الله. اشوفكم الترم التاني باذن الله. السلام عليكم. اشطر اب، تعليمك بقى اشطر.